حيت ما تيقول لها امي ولي جا القفطان زين، ولا يقول لها تنطح هذا القفطان ولا بوشعيب ديالي جاي يشوفها مابقاش شحال فيها الشعره، نوضي كتقول لها ناضي هذيك اللي كتبدل علينا بحال عندنا عرض ازياء، نوضي خلي داك الشعره ما جاش معاك، داك الشعره مزير. كتقول لها لا ما مزيرش اخاتي، ها هي القفطان ها هو واسع. ويلي كترد ليا الهضره وكتقاطع معايا، نوضي حيد القفطان. لماذا نحن النساء اكثر عرضه للامراض النفسيه؟ علاش حنا العيالات دائما اللي كنعانيو من الاكتئاب؟ علاش حنا دائما العيالات اللي عندنا مشاكل تتحول من المرض النفسي الى المرض الجسدي؟ علاش حنا ديما عندنا بعض اللي غنسميها انا يعني علامات مزمنه، يعني ماشي مرض ولكن عيانه مسخسخه، ما عندي كانا، فاقده لقول الحياه، ما بقاش عندي شغف، الايام تشابهات عندي، كلشي بحال. هاد الحلقه العزيزه ديالي غتهمك كيف ما كان السن ديالك، لان كاين شي حوايج كتعيشيهم دابا وشي حوايج غادي تعيشيهم. علاش؟ لاننا نخضع لما يسمى بقانون الكون. قانون الكون هو واحد الدوره تاع الحياه. الانسان بالطبع ديالو بالتكوين ديالو عنده دوره حياه، ونتشابه بزاف تاع الحوايج، فبالتالي هذوك بزاف تاع الحوايج وهما اللي غنطرق لك ليهم في هذه الحلقه. الاكيد ان هذه الحلقه هي جد مفيده، غتخليك واحد الانسانه واعيه وعارفه كيفاش القضيه دايره، باش حتى تعرضتي لهذاك الشيء تعاود تكوني عارفه كيفاش تصرفي، وفي نفس الوقت ما تخلعيش، ما تقوليش انا بوحدي اللي واقع ليا هذا الشيء. المهم البنات درت نضيراتي، هاد النضارات كتصاوبتهم صراحه في المغرب في اكادير، وهاد النضار جبتهم معايا سبحان الله العظيم، ماشي جبتهم معايا خليتهم في المغرب، مشيت مؤخرا وانا نعاود لقيتهم في البواطه ديالهم وفرحت، جبتهم معايا زعما باش نستعملهم. ديال واش هاد النضاره البنات هادو اونتي غوفلي، يعني ديال الاشعه المضره، لا بالنسبه لاشعه الشمس لا التلفازه لا البورطابل. كي درت تفكرتهم قلتها لكم غير باش اللي دايره بحالي حتى هي كدير هادشي وكترميه تعاود دير مراجعه، راه كينفعوا. فقلت لكم حسيت براسي كيضرني، ماشي من النوع اللي كيضرها الراس، يعني قل ما كيضرني الراس، وكنحاول ما امكن انني نتفادى يضرني راسي. اما كندير واحد الماساج بحال كنخرج من هنا ونبقى نمشي لهنا سميتو نبقى ندور، سينون كنمشي كنعس، يعني قليل فاش كنشرب شي كينه الا شدتني ديك الشقيقه الصعيبه ديك الساعه لا مفر من ذلك. وانا نتفكر هادو سبحان الله ملي حليت الشرجم ضربتني هذيك الاشعه في عينيا، طن دار ليا في راسي، قلت هذوك النظارات اللي كنتصاوب ديال اونتي غوفلي والله تنهزهم، ربما ان هذوك الاسباب ديال هذه الاشعه الضاره هي اللي خلات راسي ما كيدوزنيش. فقلت غادي نديرهم ونشوف واش كاين الفرق، ندوز بهم هذا النهار، الا عجبوني وجاوني مزيانين وحسيت براسي بانه مابقاش كيضرني، اذا عندي المشكل نيت فداك الاشعه هي اللي كضرني في راسي. وراكم عارفين اصلا راه النهار كله حنا هاد التلفازه هاد التليفون هاد الشمس كنخرجوا فيها، يعني بزاف تاع الحوايج. المهم الغزالات ديالي يلاه نبداو الحلقه. الاكيد الا عجبتكم واستفدتوا منها وحسيتوا بانها اضافت لكم شي حاجه زوينه، ما تنساوش انكم تدعموني بلايك كومونتير كما العاده وبالبارطاج، ما تفلتي تلقطوا. الله فاش خلقنا غادي نكدو ونضربوا تماره ونتعبوا. الانسان خلق من اجل ان يتعب، من اجل انه يدير واحد المجهود ويلقى واحد النتيجه. في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى وعدنا بان الانسان اللي كيصبر على الاشياء اللي كتجي من عند الله سبحانه وتعالى فهو عنده واحد الاجر كبير، لكن شرط ان هذا الشيء يكون جاي من عند الله، شي حاجه اللي فوق من الطاقه ديالي. وإذا لاحظتوا يا العزيزات ديالي في جميع الحلقات دائما كنوصيكم على النفسيه ديالكم وعلى انكم تحاولوا ما امكن تكون عندكم ردات فعل مناسبه مع بشر اللي بحالنا بحالو، ما فايتنا حتى شي حاجه، ما الله ما كرموش بشي حاجه زعما حنا اللي مختلفه علينا، بل بالعكس الله سبحانه وتعالى كان عادلا فانه يساوي بيننا ويعطينا يعني نفس الجسد، نفس يعني في الاعماق ديالنا كيفاش داير التكوين ديال البشر وكيفاش داير الجهاز الهضمي وكيفاش داير يعني جميع الاجهزه، كان الله سبحانه وتعالى عطى لنا كاملين. بطبيعه الحال هناك استثناءات واللي تعتبر ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، ولكن انا ما غنهضرش عليها لانني هضرت لكم هنا على الحاجه ديال الله سبحانه وتعالى اللي صبرنا فيها فالله كيكافئنا. لكن دائما فاش كنقول لكم اننا خصنا نجاوبوا، خصنا نكونوا، بزاف تاع البنات كتقول لك انا ما قدرتش، انا خفت، انا يعني ما قادراش انني ناخذ رده فعل، خفت من الناس، خفت من راجلي، خفت من والديا، خفت من خوتي، خفت انا نفقد الناس، خفت انني حياتي تكون خايبه بلا بهم الى غير ذلك. فالعزيزه ديالي غادي نشرح لك واحد المجموعه ديال النقاط اللي خاصك تفهميها وتستوعبيها، ماشي ديالي بطبيعه الحال ولكن من كتاب الصحه النفسيه للمراه. هذه الصحه النفسيه للمراه تطرق وقال لك علاش العيالات بالضبط كيتعرضوا لهذه النوعيه ديال الامراض النفسيه. اولا التكوين ديالنا، كيفاش خلقنا الله سبحانه وتعالى،
وعطانا واحد التكوين اللي هو ضعيف ماشي بحال ديال الراجل، كيخلينا فراجيل كما تنقولوا. المراه كتكون حساسه اكثر، فالمراه غير كلمه زوينه كتهزها الفوق وكلمه خايبه كتهبطها لتحت. دائما ما كيعجبنيش نقول هاد المواضيع الممله ونقرا لكم كتاب كما هو، لا كيعجبني ناخذ من لي كومونتير ديالكم ومن القصص اللي كتقولوا لي في الانستغرام وكندير ليها الاسقاط مع هذا الشيء اللي كنقرا في الكتب، فبالتالي كتعطيني واحد الحلقه اللي كتكون متميزه فيها من الواقع وفيها من الاشياء اللي هي درسوها الناس المتخصصين وعطاونا واحد الخلاصه اللي هي عباره عن كتب. فالكتب شي حاجه زوينه بزاف، ولكن حبذا لو انها تجي مطابقه لهذا الشيء ديال الواقع. بطبيعه الحال كاين شي كتب اللي انا لا اتفق معهم وتيجوني بعاد على كل البعد على الواقع، فهذوك ما كنطرقش ليهم وما كنخدمش راسي معاهم، غير تتبان ليا شي خزعبلات وشي داكشي ديال حكه بلاتي، داكشي يعني ماشي في المتناول ديالنا، صافي ما كنكملهمش لانهم ما غيفيدوني حتى شي حاجه، غادي غير يضيعوا ليا وقتي. فنرجعوا للكتاب ديال الصحه النفسيه للمراه. قلت لك العزيزه ديالي على سبيل المثال من بين القصص المضحكه جدا هو ان واحد السيده تزوجت بواحد الراجل، فزوجت به في المغرب، فغيجيبها لجنه الله على ارضه واللي هي اوروبا. جنه الله على ارضه واللي هي اوروبا. جنه الله على ارضه فين تكون النفسيه ديالك رائعه. جنه الله على ارضه فاش تكوني انت واحد الانسانه مقدره. جنه الله على ارضه فاش تكوني انت واحد الانسانه عندك قيمه. خليني من اوروبا وخليني من كندا وخليني من امريكا وخليني من الكره الارضيه كامله وخليني من الكواكب، من المريخ. شتي واخا تمشي للمريخ وتمشي تطلعي معاك بوزبال للمريخ راه غتبقاي دائما مدمره النفسيه. داكشي قلت لكم كلمه واحده كتطلع بنادم من الفوق وكلمه واحده كتنزلو لتحت، وخصوصا المراه كتكون جد حساسه. هاد جنه الله على ارضه ماشي هي اللي قالتها، لا، عائله الراجل اللي قايلينها ليها. شكون هاد عائله الراجل؟ عائلتها هي، يعني هذاك الراجل اللي غتزوج كيجيها من لا فامي ديالها. فدائما كيصوروا ليها باننا حنا في اوروبا عرفتي كي دايرين وكيعايشين وكيجيبوا ديك الطوموبيل و المهم السيده لانها من واحد العائله اللي يعني على قد الحال كما كنقولوا فرحات كاي بنت غادي تزوج شي واحد يعني غادي يطلعها من هذاك الفقر. سي نورمال انها تفرح لان حياتها غادي تحسن، لانها غادي تولي مزيانه اكثر، بزاف تاع الاعتبارات، وهذا الشيء راه عادي جدا. اي وحده غتحسن حياتها مع شي راجل راه كتفرح. فغادي يجيو يخطبوا هذه السيده ماشي حبا فيها، لا، تنقول لكم ما وراء الكواليس. ما وراء الكواليس هو ان هاد ولدهم هذا راه توطح في المحيط ديالو كامل، اضرب الكره الارضيه من طولها لعرضها، ما لقاش شي وحده تقبل به. علاش؟ حيت الناس كيسولوا عليهم وكيعرفوهم بانهم خايبين وما مزيانينش، لكن هما كيجيو عند هاد الناس اللي هما من لا فامي ديالهم غير خطره شي تشاش، فما كيبانوش على حقيقتهم، مازال ما عرفاتهمش هي. داكشي اللي كاين. غتمشي السيده غادي تتزوج، غادي نديوها نطلعوها لاوروبا، جات الام، جاو الخوت، جاو الخواتات، المهم تزوجوا بالسيده، داوها. طلعت السيده مشات دخلت للدار، غتلقى الدار خربه. لا ماشي خربه، الدار حالتها حاله. الدار اين السقوط، يعني دوك الديور القدامين اللي يعني مكشترين، ما كاين شي فراش زين، ما كاين شي حاجه زينه، المهم والو. يعني الناس كيجيو بواحد الصوره عند دوك العائله ديالهم في البلاد، ولكن فاش كيطلعوا هما راه عايشين واحد العيشه اللي مكروفه كما كنقولوا. ما كاينش على ماشي داك النوع اللي كيشد فلوس وكيخسرها على راسو، لا، داك النوع اللي كيشد الفلوس كيبقى يخبي فيهم ويكنز فيهم في البنكه. ماشي مشكل ناكلوا اللي كان ونسكنوا في اللي كان. تصدم بذاك الوضع لانه واخا دارهم كانوا فقراء، ولكن على الاقل كانت واحد الدار اللي كنقولوا واخا واحد العروبيه كانت على الاقل مجيره مقاده فيها واحد الفريج زوين. قالت لك المهم تصدمت واخا انا فقيره، تصدمت بان داكشي لا علاقه بداكشي اللي انا جيت باش نشوف. هنا غادي تبدا المشوار ديالها اللي هو التراس، وبطبيعه الحال هنا ما غاديش ترس على الراجل، لان ترس على الراجل هذيك شي حاجه ولات عندنا من المسلمات في المجتمعات ديالنا ولينا كنتقبلوها وكتجينا عاديه، لكن غادي ترس على الام وعلى الخواتات وعلى الاخ حتى هو، لانه كان معاه واحد الاخ. زائد انا غتولي تتعرض لواحد النوعيه تاع الممارسات اللي هي ما كانتش كتستوعب هذيك الساعه. قالت لي انا واش كنت شاربه شي مخدر ولا كنت، قالت لي كاميه الحشيش بحال هكا. قالت لي يعني انا ما فهمتش اشنو كان مسكتني. فقالت لك شنو هو سبب الخلاف ديالها مع ديك العدوزه ديالها ومع عيالات خوتها، انها ما خصهاش تلبس مزيان، ما خصهاش تلبس مزيان، ما خصهاش تقد، خاصها تكون مبهدله.
البنت كانت فعلا جميله زويونه، البنت غزيوله، لكن الخوت كانوا عاديين. وانا دائما كنقول لكم الجمال راه ماشي جمال الشكل، ولكن نوعيه تاع الناس هادو لا، هادو كيهمهم الشكل. فحيت انت زوينه غنزوجوك الخونه، ولكن ملي خاصنا تجي عندنا ما خاصكيش تباني احسن منا، حيت انت اصلا زوينه. واخا تلبسي درباله كتباني زوينه، ايوا ملي تولي تلبسي مزيان فين نمشيو حنايا؟ ها ورجالنا حنا اللي مزوجين بينا يعودوا يقولوا لنا راه مرت خوكم احسن منكم؟ ما خصناش نسمعوا هاد الهضره. اش غنديروا حنا؟ كنجيو بخوف امنا اصلا فيها تبارك الله طشيطات فيها، ولكن حنا غنزيدوا. البنات عافاكم ما تكتبوش ليا راكي كتهضري على العائله الراجل دائما خايبه، لا، راه القصص اللي كتجيني بحال هكا. راه هضرت لكم في شي قصص اخرين على العكس، اللي كتكون العجوزه ظريفه وعائله الراجل. انا راه غير قصه كتجيني فكنترجمها لكم بهذه الطريقه باش غير نقول لكم هاد السكات فين وصل هاد السيده هذه. المهم ما علينا العزيزات ديالي. فقالت لك فعلا داكشي اللي كان. هاد الام كتجي كيجيو الاخواتات ديالو تيبداو يعمروا في الراجل وفي الام، ما تضصروهاش راه غتخرج لكم، شوفوا كي دايره وراه سميتو راه غادي تصع، لبسوها الحاجه الخايبه. المهم قالت لك فين ما كان شي حاجه مبهدله ولا خايبه كيجيبوها ليا. الحوايج ما كيشريهمش ليا حتى كتقطع، ما كيبقى عندي حتى شي حاجه. ولا قلت شي حاجه لراجلي تيقول لها سيري عند امي هضري معاها، حيت هي اللي في يديها الشغل. ملي كتمشي عندها كتقول لها ياك بنت الحفيان ياك انت تعلمتي البيجامه وفين كنتي لبسي البيجامه في داركم، ياك كنتو كتمشيو يصدقوا عليكم الناس. كانوا كيصدقوا علينا حيت ديك الساعه حنا كنا فقراء وما عندناش، ولكن دابا انا مزوجه وحوايجي تقطعوا فانا خصني نلبس. هاي تحل عليها الفم، ولا حتى هي تعرف تهضر ولا تعرف تناقش معايا. انتوما اجيو هز التليفون سر، اجي فلانه اجي فرتلانه دوز راه بغات تاكلني، راها تبدلات، داكشي اللي قلتو بصح. كيجيو الخواتات برابطه المعلم كلشي جاي. علاه جايين هاد البنات مبهدلات؟ لا يا تا اويلا على يجيو مبهدلات؟ لا 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 دوك ما تيجوش مبهدلات. على جايين لابسين الحوايج يعني مبهدلين؟ على جايين مخصوصين؟ قالت لك كيجيو كيدخلوا على سنقيت 10 كل وحده شنو لابسه، مقادات مصاوبات هازين صويكاتهم. ايوا قالت لك كيجيو كيردخلوا الباب برجليهم. اش كاين امي خلعتينا امي كما دارت لك شي حاجه كما طلع حرام باغا تفقسي امي باغا تسكتي ليها القلب. ما كيوقفش هنا، هذه المعاناه ديالها ما كتوقفش هنا. كيهزوا التليفون وكيعيطوا على الراجل في الخدمه رغم ان هادشي لا يستحق. هادشي كانت جمله واحده اللي غنقول لك واخا بنتي عندك الصح غادي نخرج ونشري لك بيجامه فقط لا غير فقط. ولكن علاش نقول لكم راه كاين بعض النوعيات اللي تستمتع بهذه الحياه، علاش هي ما تقدرش تعيش بلا هذا الشيء. خاصهم يديروا هاد الدراما وهذا الشيء ديال الافلام ديال الاكشن وكواكا عباد الله جبناها وغادي تبقى تخرج لينا من الطريق، خاصنا ندوزو على هاد الدكاك. فقالت كيعيطوا على الراجل وكتقول يا وليدي غاجي القلب غيسكت ليا وعباد الله ومراتك خرجت الطريق وراه ولات كترد عليا في الهضره ولات تقابح معايا وهما خواتك مساكن عيطت لهم وشافوا صوتي ماشي هو هذاك وجاو تيجريو. بعدا اصلا الخواتات اللي جايين معاهم رجالهم دايرين ها الراجل دايرها ما يتكلمش لا ما يتكلمش راجل بنتها، ولكن مرت الولد لا خصها ما تهدرش. فقالت لك ما كنعرف باش تبليت، ما عرفتش باش تبليت. واش عباد الله انا قلت بيجامه ولا عندي جاي شعره مرميه صاحبتي قالت لك ديال جميع الدول الحربيه قالت لك كيجيو كيوقفوا عليا. الراجل تا هو كيخرج من الخدمه جيريك كيجريك كيدخل فلا ورا قالت لك عرفتي صافي كنولي غير جالسه وكنبكي. كيدخل كيعطيها جوج تصرفيقات ما خاصهاش تهضر، خاصها تسكت ما تكلمش. كينقز الاخ تا هو كيدخل فيك انت. دابا انت كنتي جالسه في داركم ديال راسك واكل خبيز شاربه اتاي كتمشي تشقى ديك الشقه وبيك كل حب البا وامي خوتي الله كيسمن مع العسل ناس عائلتي هذيك. كنجي واحد العائله اخرى على اساس اني غنتعامل بنفس الطريقه كنتلقى بان العكس خاصني نترس ونولي انا سخاره ومبهدله في نفس الوقت. فقالت لك جا جوج طرشات نقصها هو خو الراجل قال لها تصرتوها بزاف ولا تجلسوا تذاكر مع امي في البيجامه البيجامه لا ما يقولوش البيجامه لا يقولوا بيجامه. ماشي تنضحكوا على سميتو غير كنوصف لكم باش نمشيو في الخط. انا تيعجبني نوصف الحاجه كما هي باش نعيشوا القصه نعيشوها. المهم فقالت لك صافي داكشي اللي كاين هذيك البيجامه ناط عليها زازه. قالت لك المهم صافي
وصلت لواحد المرحله ديال انني ما بقيتش كنقول لهم شريو ليا لانهم ما غاديش يشريو ليا. وهذا السيناريو اللي كتشوفي قالت لي دابا يعاد مرارا وتكرارا، يعني هذه نوع تاع التربيه كيعطيوها ليها، بان اون فوا تقول لي شي حاجه نشريوها ليك كل شيء سيتحرك، كيتحرك الجيش المغضوب عليه. نقول الجيش العثماني كان بزاف عليهم الجيش العثماني. فقالت لك صافي داكشي اللي كاين ما بقيتش كنقول شريو ليا، وليت انا كنمشي ومي كتشوفني مبهدله واخا امي على قد الحال كنلقى مسكينه كتجمع شي شويه وكتشري ليا ملي كنمشي عاوتاني. قالت لك دوك الناس اللي جيراننا وداكشي كيجيو بغاو يشوفوني ملي جيت زعما من الغربه كنجي طويله. قالت لك ما كندي والو معايا، ما كندي والو، قالت لك حتى شي حاجه من غير شي حلوه ولا شي حاجه شراوها ولادي ولا شي حاجه كتكون الباكيه زعما عامره كنعطيهم منها شويه ونجمع داكشي. قالت لك باش غير ندي زعما شي حاجه اللي صبرت. قالت لك حتى ولدت الاول والثاني والثالث والرابع، هذيك الدكاكه كامله دازت عليا. فهنا غنوصل لواحد المرحله ديال انني وليت واحد الانسانه اللي بحال تسطيت. قالت لك وليت كنحس براسي بانني انسانه غير عاديه. علاش؟ قالت لك اشنو اللي خلاني نحس بانني انسانه غير عاديه؟ قالت لك ان هادوك الوساتي ملي كيتخاصموا مع رجالهم كيجيو لدارهم. قالت لك وتجي عند امها وشوفي اش دارت ليا العدوزه بنت الحرام وخواتاتو اش داروا ليا. وقالت لك تقوم الدنيا وتقعد على ديك بنتها، لدرجه انا قالت لك تلجاجوا حتى للسحر. كيجيبوا دوك الفقهاء ديالهم قالت لك ويبداو ها السحر ها هادي باش هذاك الراجل خاصو ما يهدرش وما يتكلمش. طبيعه الحال داكشي تخربيق من غير لا كانت شي حاجه ديال الماكله. راه الماكله هي اللي كتدخل للانسان وكتخليه مسكين مريض ومسلوب الاراده وانه صافي راه كيحس بالالم. هذا الشيء نقول لكم الماكله هي اللي صعيبه. اما داكشي تاع الخزعبلات ما عرفت، ما يعني شي حاجه ماشي منطقيه خصوصا في هذا العهد ديالنا. يعني ما يكونش بحال يا ماد زمان فاش كان داك السحر، يا ماد زمان فاش كان. المهم قالت لك كتجيب هذاك الفقيه وداك وكيبدا داك السحور وداك الشيء وكيجي الراجل كيبغي يرد بنتهم. قالت لك كتنوض العدوزه ترد بنتنا مالها شايطه، علاش دير لها بحال هكا؟ امك ما تهضرش معاها وخواتاتك ما عندهم علاقه بها، وبنتي بنت القاع والباع وهي عندها القيمه. وقالت لك كتنوض. المهم كيحيحوا على داك الراجل ما كيتكلمش حاني الراس. قالت لك حتى كيولي كيطلب ويزاوب. كتقولي شوف اخر مره نردوها لك، اخر مره غنردوها لك ولا عاودتي مازال مره اخرى والله لا باقي شتيها. قالت لك وليت كنحس براسي بانني انا عديمه القيمه. هذه غير غضبات ما ضرب. لا هذا الموضوع ما كاينش في القاموس ديالهم. ما بنتهم تضرب ما يمكنش. ويلي بنتهم تضرب، بنتهم عرفتي شكون هي. فقالت لك وليت كنجلس مع راسي وتنقول زعما شنو الفرق بيني وبين هذيك السيده اللي هكا كيديروا ليها خوتها تا هما. قالت لك كنوضوا اختنا حنا ما تهضرش معاها ما ديرش معاها. قالت لك ملي كتسالي كتجي تقابل معايا وكتقول لي ياك ما بغيتي دير راسك براس بنتي، عرفتيها شتي حنا اللي كيخرج من الدار اللي يخرج من الدار والله لا باقي وطافيها، والله لا باقي عفط فيها، والله لا باقي جاليها. قالت لك تنقول انا اشنو الفرق بيني وبين هاد السيده هذه؟ هاد الشيء قالت لك ما وصلت ليه حتى دازت سنوات عديده حتى ضربت تماره وترست وكليت العصا وكليت الدل والخواتات تدخلوا والام تدخل والشيخ يدخل وكل شيء كيدخل. فقالت لك حسيت براسي بانني انا صافي ما عنديش قيمه وصافي بانني تبوربيت وعمرت. فقالت لك اش غادي ندير؟ كانت النقطه التي ستفيد الكاس انني واحد المره لبست حوايج اللي جابتهم لي امي انا. فولات هاد العدوزه انتقلت من المرحله ديال انني ما نشريش لك وما نصرفش عليك لمرحله انك انت حتى داكشي اللي جابت لك امك يكون زوين ما خاصكيش تلبسيه. علاش تنقول لكم فاش كتسكتوا على عباد الله راه كيزيدوا كيهبلوا كيجهلوا بهذا المعنى. بنادم كيجهل دابا جهلات السيده صافي مني ما لقاتش ان الهدف ديالها هو ماشي تلبسي، لا تلبسي ولا ما تلبسيش داكشي ما كيهمهاش. المهم انك ما تبانيش انت زين من بناتها وزين منها هي، ان هي اصلا عقلها صغير دايره راسها في مرت ولدها اللي هي قد بنتها. حيت ما تيقول لها امي ولي جا القفطان زين ولا يقول لها تنطحي القفطان ولا بوشعيب ديالي جاي يشوفها مابقاش حامل فيها الشعره. نوضي كتقول لها ناضي هذيك اللي كتبدل علينا بحال عندها عرض ازياء. نوضي خلي داك الشعر ما جاش معاك، داك الشعر مزير. كتقول لها لا ما مزيرش اخاتي، ها هي القفطان ها هو واسع. ويلي كترد لي الهضره وكتقالح معايا نوضي حيد القفطان وكطيح المراه زعما راه سخفات باش ينوضوا الخواتات يقولوا ما غتفقسي امنا نوضي حيد القفطان ملي ما بغيتش تحيد القفطان كيعيطوا على خوها تيقول لها ما بغاش تحيد القفطان لحقاش
السيده باغا تقدي قله الحياه قدام رجالنا حنا اللي جايين. هما راه الهدف ديالهم هو ان الراجل ما يشوفش مرت خوهم زوينه وجا مع هذاك القفطان. الحقد فين كيوصل بالفئه الجاهله بطبيعه الحال. شي اللي عنده ثقه في نفسه واخا يكون الجمال ديالها متواضع، كان الجمال الشكل اللي هو اصلا راه ما كيسوى والو، واخا يكون الجمال ديالها متواضع وعندها العقل كتكون كتبان زوينه، ولا كتكون ظريفه وعندها اخلاق كتبان زوينه. سبحان الله العظيم وحق الله العظيم. كاينين شي ناس جمالهم متواضع او كما تيقولوا الناس ما زوينينش، ولكن والله تجلسي معاهم ما تسخايش تحيدي من الجلسه ديالهم. وكاين شي عيالات زوينات غزالات طوب ولكن غير تهضر كتقولي الله يخليها سلعك، وناس كتات الولاد مخيبها كتقولي يختفوا كيبان لي بحال وجه الشيطان فيها. سبحان الله العظيم. داكشي علاش الله كيكرمنا بالاخلاق وبحسن التعامل، هو اللي كيكون عنده هذيك العصا السحريه ديال انه يزيدك الجمال او ينقص لك الجمال. فاش تكوني زوينه وما كتعرفيش تهضري وما كتعرفيش تصرفي وفيك السن كتباني بحال ابليس. فاش تكوني وجمالك متواضع او حسب ما يقوله الناس، وانا لا اتفق بانك انت ما زويناش ولكن عندك الاخلاق وكتعرفي تصرفي، سبحان الله العظيم كينزل لك شي سر من عند الله. ف قالت لك صافي وصلوا لهاد المرحله ديال انهم صافي غادي تنفجر السيده عليهم واحد النهار وغتقول لهم صافي انا ما بقيتش باغا نعيش معكم. اش غدير؟ هزات الورق باتت ما صبحات، باتت ما صبحات ودفعات الوراق ديالها باش تطلق، لانها صافي قالت لك وصلت للمرحله ديال انهم ماشي قدهم داكشي يعني كانت قالت لك واحد الفتره طويله باش نفيق، ولكن دابا صافي. قالت لك خرجت للعالم الجديد او من عنق الزجاجه كما كنقولوا، لان اش كيديروا لك هاد النوعيه تاع الناس كيدخلوك في الزجاجه في القرعه وفاش كتطلعي العنق ما كتقدريش لانك كتخنقي كيبقاو يطلعوا عليك تيقول لك وينك تخرجي الدنيا راها صعيبه حنا مهلين فيك. مره كيلوحوك الفرات ديال داكشي اللي بغاو، ولكن كلهم هما عايشين برا ديك العنق الزجاجه. انت كطيقيهم وكتبقاي في عنق الزجاجه يعني دابا باش تخرجي تمر الحياه. نهار كتخرجي من عنق الزجاجه كتلقاي راسك تقولتي اكبر تقوليبه في حياتك. فقالت لك ملي خرجت من هذيك عنق الزجاجه لقيت كم هو العالم جميل، كم انني استطيع ان اعيش بكرامه، كم انني استطيع ان اعيش كأنثى، لانني كنت عايشه بحال الراجل في هذيك الدار، والراجل راه لا علاقه سبحان الله. قالت لك بالحياه اللي وليت عايشاها مع ديك الحياه اللي كنت عايشاها هذيك الساعه، كيفاش انني كنت واحد الانسان اللي ممنوع عليا انني ندوز واحد الخيوم في عينيا، كيفاش ان الفيرني ممنوع عليا وجائز لبناتها، كيفاش ان الجلابه اللي تكون زوينه ومقاده ومزوقه ممنوعه عليا وزوينه لبناتها، كيفاش ان الصباط ديال الطالون حرام عليا انا وحلال على بناتها، كيفاش ان بناتها خصهم يضحكوا وينشطوا ان رجالهم يشدوا لهم الخاطر وانا رجلي صرفقني، كيفاش ان ولاد بناتها كانت عندهم القيمه وملي كيجيو سيدي فلان وسيدي فرتلان وكنوجد لهم بيديا انا ما ياكلوا ولادي انا محقورين، كيفاش كنت انا ملي كنبغي نمشي لشي بلاصه كتمنع عليا وان بناتها الدوران تيشبعوا ويجيو ويقولوا لها ما تخليهاش، كيفاش انني كنت مسلوبه الاراده ديال انني ماشي واحد الانسان اللي كيتحكم فيا اللي هو راجلي، بل راجلي ما كانش عنده علاقه بيا نهائيا، الام والخواتات والحقد ديالهم والسم ديالهم كلهم كيخويو فيا انا. بقيت كنعمر حتى وصلت لواحد المرحله ديال انني انا انسانه حمقاء بكل ما تحمله الكلمه من معنى. امتى غتفيق هذا الانسان؟ غتفيق في الربعينات، وهذا عنده علاقه بهذا الشيء اللي غنقول لكم ديال الكتاب ديال الصحه النفسيه عند المراه، بها نوعيه تاع العيالات اللي عندها بوادر اكتئاب اللي ما قدرش تتجاوز بعض الاشياء اللي كانت وقعت لها في حياتها، يعني صدمات، ربما انها كتعيش حاليا شي حاجه اللي ما عجبتهاش. مثلا على سبيل المثال المراه اللي كتكون ولدات وكبروا وليداتها وصافي كل واحد كيعتمد على راسو، والراجل صافي وقع واحد البرود في العلاقه فولات يعني كما كنقولوا كدير داكشي اللي خصو يدار، كطيب وكتوجد ولكن حتى شي واحد ما بقى مسوق ليها. المراه اللي ما تزوجاتش اصلا وتقول لك بانني انا، وهنا جاوني لي كومونتير تيقول لك بانني انا كيفاش نتعاملوا مع المجتمع اللي كيشوف فينا بواحد النظره دونيه، بانني انا وصلت 40 سنه فما فوق فانا ما تزوجتش وما درتش حياه بحال البنات اللي دابا ولادهم كبروا. كتوقع فيها البنات اللي كيكونوا وصلوا لهذا السن هذه وما حققتش الانجازات اللي كانت باغا تحققهم، ربما ما خدماتش، ربما ما شراتش شي حاجه اللي كانت باغيها، دار او طوموبيل او ذهب او الى غير ذلك، فكتلاقى مع ازمه منتصف العمر فكتكون الضربه الخايبه ليها. هاد السيده هذه قالت لك انا وصلت لهذيك كما تنقولوا منتصف العمر، ولكن ما جاتنيش يعني وصلت كما تنقولوا صافي كنحس براسي بانني على مشارف الانتحار، اني لا بقيت واحد دقيقه مع هادو صافي انا غنتحر، لا صافي ما بقيتش. فانفجرت واحد الانفجار اللي كان غريب عليهم جدا جدا جدا. اش دارت هاد السيده؟ فضحتهم في لافامي كامله، لا السحر اللي كيديروا، لا التصرفات اللي كيديروا، لا كيفاش عايشين في وسط الدار، لا يعني كل شيء داك الشيء اللي كيدار هي قالت لك ماشي انا بغيت
نقولوا انا ما بغيتش نهضر عليهم وما بقيتش قدرت نحبس. عرفتي شي واحد ساد عليه في شي بلاصه وما عمرك خليتيه يتكلم، فجاه حليتي عليه بعد 20 سنه. قالت لك كانني شرطه كاسيطه طا 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 داروا فعلوا كيعيشوا في دارهم، واش كياكلوا واش كيديروا، وفضحت الاشياء الخبيثه اللي كيديروا في ديورهم، ديال السحر ديال الشعوذه ديال الضرر للناس ديال كيفاش كيحفروا العباد الله. المهم داكشي كامل قالت لك كنحس بحال شي واحد الجميله كبيره وفاضت بداك الحليب كله. قالت لك كنخرج كنهضر ما بقيتش بغيت نسكت. قالت لك صافي يعني كنت الا ما خرجت صافي داكشي كلشي قالت لك قلتو. فاش قلت داكشي كامل صافي كنحس براسي بانني صافي يعني القوى ديالي اصبحت منهاره جدا. واش عباد الله كنت صابره لهذا الشيء كامل؟ واش عباد الله كنت قادره نهز هذا الشيء كامل؟ واش عباد الله كانت عندي القدره ديال انني نصبر لهاد الممارسات اللي كانت بهذه الطريقه ديال ان لدرجه ان قالت لك لوسي ضربني شحال من خطره راجلي خلاص عيات لواسي خلاص. المهم انني انا كنت واحد الانسانه اللي كما تنقولوا مضروقيه ما عقلاش شنو كندير. هاد الانسانه هادي واللي بغيت انني نهضر على القصه ديالها لان فعلا واحد القصه زوينه، النهايه ديالها زوينه عجباتني بزاف، لانه دائما ما كنشوفوا النهايات كتكون حزينه للاسف. لا هذه نهايه زوينه. هاد السيده غتخرج غدير اي حاجه كانت ممنوعه منها، لا لبسها ولات كتلبس احسن حاجه بطبيعه الحال، ماشي كتلبس داكشي اللي خارج على الطريق، لا تنقولوا احسن حاجه ماشي بالضروره تكون خارجه على الطريق، احسن حاجه لبست الماركه. غتقول لي كيفاش دارت؟ اول حاجه دارت قلبت على خدمه، كي خرجت قلبت على خدمه حاولت ما امكن انها تبدا حياتها على اساس صحيح كما كنقولوا. قلبت على خدمات قالت لك لدرجه اني وليت في الخدمه اللي هضر معايا كلمه واحده كنفاجر عليه، لدرجه اني وليت كنتعرف بانني مشراره في المجتمع يعني المحيط ديالي، رغم انني انا ماشي مشراره ولكن من كثره الضغوطات اللي تعرضت لها ما بقيتش حامله نسكت ونصد فمي. قالت لك خدمت كريت كنصرف بطبيعه الحال الراجل والعائله ديالو كيديروا الالاعيب باش ما يعطوهاش المصروف تاع الدراري، لانه كانت صدمه كبيره ليهم بزاف انه ما عمرهم توقعوا ان هذيك السيده غدير بحال هكاك. السيده ولات يعني هي كانت زوينه اصلا ولكن ازدادت جمالا لانها الحمد لله ربي كان مجيتها وصافي على قبل دوك الوليدات باش تربيهم باش تكبرهم باش فكانت واحد الانطلاقه ديال واحد الحياه اللي هي زوينه. هنا البنات علاش جبت لكم هذه القصه وداك الاسقاط ديال هاد سميتو هاد الصحه النفسيه، الكتاب الصحه النفسيه عند المراه، لان المراه بطبعها اصلا واخا ما يكونوش مشاكل، شتي المراه بلا ما يكونوا مشاكل غير هكاك عندها بزاف ديال الاشياء اللي مختلفه، لا في التكوين الفيزيولوجي ديالها في الجسم ديالها، لا فاش كتولد. كاين بعض العيالات اللي تعقدوا ملي ولدوا لان الجسم ديالها ما بقاش كما كان، تخسر ليها، عندها الخطوط، ربما الكرش ديالها خسرات بزاف، ربما انها يعني بزاف د لي غوت تحولوا، ما بقاش هذاك المذاق اللي كان عندها قبل الحمل. راه المراه فاش كتحمل راه واحد المعجزه، راه ماشي شي حاجه سهله، فكتغير. ها هي واحد المرحله اخرى كدوز الازمه منتصف العمر، المراه باعتبارها انثى وداك الشيء ما كتبغيش انها تكبر، كتبغي تكون هي صغيره. بطبيعه الحال كنهضر على المراه اللي مازال ما لقاتش الطريق الصحيح، اما راه اصلا راه بحال مولات 30 بحال مولات 40 بحال مولات 50. الحمد لله السن حنا كنمشيو فيه وحنا راضيين به وكنحمد الله الا كانت حياتنا كتحسن. عرفتي العزيزه ديالي نتحداك قولي لي دابا شي واحد غيفكر لك في شي فكره ديال الغدا ولا ديال العشاء ولا ديال الكوتي، حتى واحد ما غيفكر لك فيها. انت منك تفكير، منك تنفيذ، منك انك تمشي تقلبي على الحاجه اللي غتجي بنينه وزوينه. هذا ما باغيش ياكل لك هادي، وهذا ما باغيش يدير لك هادي، وهذا ما كتعجبوش هادي، وهذا باغي يخرج للبلاصه الفلانيه خصك ديه، وهذا خصك تجيبيه، والعائله الفلانيه خصك تستقبلها. بمعنى ان عندك واحد الحمل اللي هو كبير بزاف. زائد الا كنتي هازه المسؤوليه ديال الخدمه خلاص، زائد الا عندك شي كريديات ولا شي حاجه خلاص، زائد الا كانوا شي حد كيتسناك انك تصيفط ليه المصروف يعني عائلتك ولا شي حاجه محتاجين خلاص. فتخيلي معايا الضغوطات كامله كتزاد لك على الطبيعه ديالك اللي اصلا هي انت اصلا معرضه للاكتئاب بسبب التغيرات الهرمونيه وبسبب المسؤوليات وبسبب كتزيدي هبال اخر ديال الناس وكتمشي في هذاك الطريق وما كتحسيش براسك، حتى كتلقاي راسك بانك تدمرتي، اما انك وليتي ما كتريزونيش بحال هاد البنت هذه قالت لي في واحد المرحله انا ما بقيتش كنريزونيش كندير صافي غير كنهضر، قالت لي وصافي قلت بحال شي مسطيه حمقى. دابا قالت لك صافي ما بقيتش كنقبل انني فتفوت نزيدها صافي. قالت لك هذاك الشيء اللي فاض خويتو
ودابا انا عامره راه المشكله البنات باش نخويو هذاك الامتلاء راه صعيب باش يتخوى. علاش كنقول لكم البنات حاولوا تسهلوا على ريوسكم باش تمشي دقه دقه. راه الاناء ملي خصو يعمر صافي نكونوا وصلنا للقبر، ملي كيعمر صافي كنمشيو عند الله سبحانه وتعالى. راه ربي رحيم، تخوي عليه الهموم ديالك ديك الساعه وتكوني بين يديه. ما كنهضرش على العذاب وداك الشيء، لا لا لا، اظن بالله الظن الخير. راه فاش كنمشيو عند الله راه الراحه، كتمشي داك الامتلاء كامل راه كتخويه بذنوبنا بتجاوزات ديالنا بالاخطاء ديالنا المقصوده والغير المقصوده يعني، ولكن بجهادنا لانفسنا بحبنا لله بداك الجهاد ديال الخير اللي كنبغيو نديرو بالصبر ديالنا بتحمل ديال المسؤوليات. هنا كما يقال ودائما تنقولوا بان الله سبحانه وتعالى ما يفعل بعذابنا، الله سبحانه وتعالى باغي يغفر لنا. ف خلي هذاك القدر ديالك او ديك الجميله ديالك كما كنقولوا وما تعمريهاش دقه واحده، دقه غير بشويه عليا. وباش تعمر داكشي اللي جا من عند الله سبحانه وتعالى، مسؤوليات، شي حد مرض، مشاكل اللي ماشي بيد البشر اللي انا داير بيا. لكن فاش كيولي بنادم اللي انا اصلا هو كيتلذذ في عذابي وانا كنساعده وكنخليه، فانا كنرمي بنفسي للهاويه. نقول لكم والله البنات الا كاين شي عيالات اللي حتى شي واحد ما حس بالمعاناه ديالهم حتى الدم للامانه امانته، والله عاشت حياتها كامله وهي كتسوفري، حتى شي واحد ما عاق بها، حتى شي واحد ما حس بها، هي حيت ساكته وكابته داكشي. في اخر ايامها جاها مرض اللي هو خطير، سرطان او يعني امراض اللي ما يستحيل الشفاء منها. فصافي كتبقى مسكينه صابره، كيجي داك المرض كتصبر معاه حتى هي وكتمشي عند الله. ما حس بها حتى شي واحد ما عاق بها، حتى شي واحد، فقط لانها ظلت صامته. هذا الكتاب هذا ديال الصحه النفسيه للمراه واللي دارت عليه يعني دراسات، وعرفوا بان الطب الجسدي او الطب يعني ديال الاجساد ديالنا عنده علاقه وطيده خصوصا المراه مع الطب النفسي. يعني الطبيب فاش خصو يبغي يعطيك شي دواء ديال شي مرض اللي في الجسم ديالك، خاصو اولا يقول مع راسو بانه ربما هذا المرض خارج من شي حاجه نفسيه ماشي عضويه، ما عندوش علاقه بشي تعفن ولا شي حاجه وقعت في الجسم، لا، هو تراكم لواحد المجموعه تاع الاشياء النفسيه الخايبه وادات لهذا المرض. هادشي اللي بغيتك تفهميه العزيزه ديالي. كلما كانت نفسيتك سعيده، وهنا بغيت نوجه واحد الرساله لواحد الاخت اللي بقات فيا بزاف، قالت لي شوف اختي انا كنت كنتعالج ودابا تعالجت الحمد لله، ولكن فقدت الشغف وفقدت الحب للحياه وهذه وعافاكي. بقاي مره تسولي فيا عندي في الانستغرام البنات، قلت لها شوفي الحبيبه ديالي انت بقاي تسولي انا غنبقى نجاوب، ولكن الا ما سولتيش لانه كينزلوا لي بزاف تاع الرسائل تيكونوا عندي كيبقى داكشي كينزل فكيمشيو ليا البنات لتحت، ما كنبقاش ثاني نعرف شكون اللي كنت كنهضر معاها، يعني كيتجلاو ليا. فقلت لها شوفي الحبيبه ديالي انت بقاي تسولي، قولي لي ماجده كي دايره لاباس عليك باش انا نعاود نلقى هذاك سميتو ديالك، ما نبقاش تالفه فين نلقاه. قالت لي ولادي كيدوروا عندي وتيقول لي ماما مالكي، ماما عندهم داك الخوف ان ماما هم ترجع لهذيك الحاله اللي كانت فيها ديال الياس وديال الاحباط وديال عدم حب الحياه. قلت لها شوفي العزيزه ديالي جوج حوايج غنقول لك، الصلايه ديالك والقران ديالك وهادو راه عندهم واحد الطاقه رهيبه جدا جدا، وهذا الشيء عن تجربه. انا ملي كنسمع شي حاجه خلعاتني او شي حاجه خوفاتني او شي قرار ما عرفتش نتاخذ، راه ما كنمشي لا هنا لا هنا والو، حدي كنمشي كنصلي نصلي 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 نصلي، كنعيط لبابا الله يعطيه صحته، حتى هو من النوع اللي كيربط اي حاجه بالدين، فكنتلاقى عنده واحد الطاقه ايجابيه رائعه جدا، حتى هو كيهضر بديك الطريقه وتيقول لي توجهي الله صلي وديري. كنحس بانه كاين تناسق ما بين داكشي اللي كندير وداكشي اللي كيقول لي بابا والدعوات ديالو، الله يحفظه ويحفظ لكم جميع والديكم اللي باقيين حيين واللي مات الله يرحمه، منهم الام ديالي. وملي كنسالي كنولي ندرب راسي، ندرب انني نبغي الحياه وندرب انني نفرح بابسط شيء. وكاس داتي الا حطيته نشحرو فيه الكشكوشه كنبقى نقول الله على كاس داتي جمعه واحد الفيلم، بلا ما تكتبوا لي الافلام حرام وداكشي، الله يرحم ليك الوالدين. انا ما كنديرش شي حاجه حرام، انا باغا نستمتع بهذاك الفيلم، لا صافي ضغوطات الحياه وصلت لي الطوب ديالي، غنهز هذاك نتفرجوا هذاك الفيلم ونهز هذاك الكويس ديال اتاي ونشربوا، انا فرحانه انني درت كاس ديال اتاي مشحر وعطاني الله الصحه باش نط درتو وجيت جلست، ونبقى نجيب اسماعيل ياسين ولا نجيب فاتن حمامه ولا نجيب نجلاء فتحي ولا نجيب محمود عبد العزيز ولا نجيب دياب الجبل ديال يمات زمان ولا نجيب هذوك الافلام تاع يمات زمان ديال هواني مقاردين سيتي، دابا اللي منيشه عليها انا باغا نشوف هذوك الالبسه ديالهم وهذوك الزواجات ديالهم وداكشي اللي قال لي راسي دابا، ونجلس نتفرج في هذاك المسلسل وانا في قمه المتعه، كناخذ طاقه ايجابيه ونوض في حياتي. السلام عليكم، هذا النهار داز ما نفكر في النهار الاخر،
طيصبح ويفتح. كانت تقولها لي ماما الله يرحمها، طيصبح ويفتح. هكا بغيتكم تكونوا البنات، ما تعمريش راسك، خلي الاناء ديالك يعمر بواحد الطريقه اللي هي عقلانيه. اي حاجه كتضرك جاوبي عليها، خلقي جو ديال المتعه من ابسط شيء عندك. كنتي فقيره ولا غنيه غتلقاي كيفاش غادي تبداي. الاكيد انه واش لا ما يتقال في هذا الكتاب هذا بصراحه، وغادي نحاول ما امكن انني نطرق ليه عاوتاني في فيديوهات مقبله ان شاء الله. لا احزنكن الله ولا اراكن باسا. نتمنى من العلي القدير ان هذه الحلقه تلقاكم وانتم في اتم صحه، انا تعطيكم طاقه ايجابيه، انا تعطيكم بعض الاشياء اللي غادي تزيد بكم للقدام، والاكيد انها تخليكم فرحانات وتخليكم يعني كتشعروا بواحد لذه ديال الحياه، لان هذيك لذه الحياه اللي كتخليك توقفي في وجه المشاكل والعواصف العاديه اللي كتجي لاي انسان منا. ما سخيتش بكم، ونختم الحلقه بالصلاه على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. رحم الله امي ورحم الله جميع موتى المسلمين والمسلمات. احبكن في الله. نلتقي في حلقه مقبله بحول الله، والى اللقاء.